السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفات أم جاد وجهاد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم دجاج بالتغميرة على الطريقة ديال الأعراس. كنتمنى أنكم تجربوا هاد الطريقة ديالي. عندي هنايا في المقادير 4 ديال الدجاجات من وزن 2 كيلو ونص. غادي ناخد واحد البصلة، غنضيف ليها اللب ديال الحامض مصير، هنا انا وضعت بصله كما قلت لكم واللب ديال الحامض مصير، وغادي نضيف الثومه، راس ديال الثومه كبير اللي حكيته في الحكاكه، وغندوز كلشي في الهاشوار نطحنهم مزيان باش نشرمل بهم الدجاج. من بعد ما وضعنا البصله والحامض مصير في الهاشوار يطحنوا، غنمروا باش نوجدوا لا ماريناد اللي غادي نتبلوا بها الدجاج ديالنا. غناخذوا واحد الاناء، غنوضعوا فيه الخليط اللي طحنا، ونضيفوا له التوابل. بطبيعة الحال العطرية عندي القزبور يابس معلقة كبيرة، يعني هذه راه معلقة كبيرة غير كتبان لكم صغيرة. معلقة كبيرة ديال الخرقوم البلدي، وكذلك معلقة كبيرة ديال الزنجبيل أو السكينجبير، معلقة ونص اللي درت هنايا. الزنجبيل كيعطي المذاق. الابزار ما كنديرش بزاف، كندير غير القليل جدا. وهنا نصف ملعقة ديال القرفة. هنا عندي التوابل ديال المروزية كتعطي مذاق للدجاج. ناخذ واحد النصف كأس ديال الماء اللي يكون سخون، وكنضيف له واحد مقدار ديال معلقة ديال زعفران شعرة، ونخليه يطلق. نضيف واحد معلقة 2 معالق صغار ديال الهريسة، حتى هي كتعطي المذاق ولكن ما كتجيش حارة. معلقة كبيرة ديال السمن، هذه معلقة صغيرة أو 2 معالق صغار.
كذلك الضامة ديال الزعفران باش تعطينا اللون. يعني هاد المقادير ديال 4 دجاجات، من الى دوبلتوهم كتدوبلو المقادير، اولا الى نقصتو كتنقصو من المقادير. كنخلطوه بداك الكاس ديال الزعفران الشعره، وكنبداو نتبلو الدجاج اللي غسلناه مزيان ورقدناه في الخل والحامض والملحه. من بعد غسلته وسقطرته، ضروري خصو يتسقطر من الماء. كناخد السكين وكنفلحو من الداخل بحال هذا الشكل هذا، اللي ما نفلحوش من برا باش ما يتحلش لينا، باش تخلو الشرموله مزيانه. وكنحاولوا نتبلو مزيان بلا ماريناد اللي درنا، وكندخلو في الجوانب كذلك. كنوضعو واحد التقيبات من هنا بالصبع ديالنا، وكندخلو تتبيله. هاد الطريقه كيجي لذيذ وبنين، ما تشبعوش منه. نتمنى انكم تجربوها وتتبعوا الخطوات اللي درت. تنستمروا بنفس الطريقه، كنتبلو جميع الدجاج اللي بقى لينا بنفس الطريقه كذلك. كنديروا تنفلحوها بالسكين وكنتبلوها باش كتدخل ليها الشرموله. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة. يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد. من بعد كنوضعوهم في هاد القصريه هادي او في شي اناء كبير، وكنغطيهم بالفيلم اليمونتير ونخليهم مده ديال ساعتين او ليله كامله. كل ما ترقدوا بزاف كيجيو لذاذ، كيشربوا الشرموله. من بعد غادي ناخد القناصي والكبيدات، غادي نسلقهم مع في الماء والخل باش غنوضعهم في الدغميره. نوضعهم فوق النار واحد المده ديال 10 دقائق، وكنحيدهم ونصفيهم ونقطعهم. هنا من بعد ما مرت ليله كامله غادي نمروا باش نحضروا الدجاج ديالنا. ناخذوا واحد الطنجره غنوضعوا فيها البصله اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، مشلضه رقيقه.
عندي هنا خديت المقدار ديال كيلو لكل دجاجه، يعني مقدار ديال 4 كيلو. كنوضع الدجاجات، انا عندي هنايا طنجره صغيره وضعت جوج بجوج. ممكن انكم الا عندكم طنجره كبيره ديروا 4 دجاجات في خطره. كنضيفوا ديك الشرموله اللي بقات لينا في هذا الاناء، كنضيف لها كاس الماء، كنخلطها مزيان وكنضيفها للدجاج في الطنجره. كذلك كنضيف واحد نصف لتر ديال الماء، ما نضيفوش الماء بزاف لان البصله غتطلق لينا الماء، وكنوضعهم فوق النار يطيبوا. من بعد ما كتمر واحد نصف ساعه غادي نضيف واحد نصف كأس ديال الليمون، عصير ليمون كيعطيها مذاق، وكاس ديال زيت المائدة، وكذلك وضعت مخلط مع زيت الزيتون. من بعد ما طاب ليا الدجاج حيدته باش نوضعه في الفرن. انا ما كنقليش، كندهنو وكنديرو في الفرن. المرق ديالنا غادي نضيفو ليه الكبده اللي كنا قطعنا. القنصه انا وضعتها من قبل لان كتهز الطياب، والكبده خليتها حتى الاخر. غنضيفو كذلك واحد الكأس ديال زيت المائده، يعني المقدار ديال 2 كيسان او 300 مليلتر ديال الزيت. كذلك نضيف معلقه ديال الجليكوز اللي كيعلك لينا التغميره. انا فايته حضرته معكم بمعلقه ديال اللوز مطحون، لوز خضر كذلك مطحون. الجليكوز كيلصق في المعلقه، كنحاول معاه لان شاده التليفون بيد ويد خدامه بها، وكنخليوه نخليوه يتغمر. مع التحريك المستمر باش ما يسكناش في القعر ديال الطنجره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج المدغمر ديالنا. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، وما تنساوش من الدعم ديالي بالضغط على زر الاشتراك والاعجاب. يا ليلى وصلت